بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا متتبعين؟ بخير؟ أحوالكم طيبة؟ اليوم إن شاء الله بحول الله غنتطرقوا لأرخص وجبة للدجاج، يعني بزيرو درهم بما في الكلمة من معنى. أول حاجة هي أنه الخضار اللي كتقدم من عنده، أولا يعني كتمشي للمارشي راه ضروري كيكون الربيع، تيكون بقايا الخضر، اي حاجة فيها الخضورة بحال هكا ضروري كتكون في الربيع في المارشي هذا مزاوطة. غتاخد منها واحد البركة اللي غتقد عليها وغديها للدجاج ديالك وغدير لها هاد العملية بسم الله على بركة الله. وغتحاول تقردها مزيان وتقدمها كوجبة دسمة للدجاج ديالك، وتبارك الله فيها منافع كتيرة وفوائد كتير. الفائدة الأولى كترفع نسبة الخصوبة عند الدجاج، والفائدة الثانية كتنقي جسم الدجاج ديالكم من السموم بصفة نهائية، والفائدة الثالثة وهذه خاصة بمحبي تناول بيض الدجاج البلدي وأنا من ضمنهم، هو أنها كتضيف واحد الطعم على البيض البلدي، طعم لذيذ. هادو هما الفوائد ديالو، وهي فوائد لا تعد ولا تحصى. المهم هادو الفوائد اللي محسوبة على رؤوس الأصابع. هذه وجبة رخيصة وبسيطة، لا داعي لتكلفة نفسك باش تبقى تشري الأعلاف بأثمنة باهظة وما عرفتيش شنو مخلطين فيها، يعني شنو طاحنين فيها. هذه وجبة سهلة ورخيصة وبزيرو درهم بما في الكلمة من معنى. يعني أي واحد مشى للمارشي يقدر يجمع هادشي لراسو، يقدر يكلف شي حد يجمعو ليه، يقدر شي خدار صاحبك توصيه فيما يكون عنده بحال هادشي، ما كيبيعوش يخليه لك يعزلها لك شي بلاصة. المهم هادي طريقة متداولة وكنديرها بزاف مع شي وحدين كنعرفهم، والحمد لله كيكون التنوع عند الدجاج ديالي وكتبقى الصحة ديالو في أحسن ما يرام. وهذه الحلقة ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تبخلوش عنا بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم في قناتكم دجاجكم فوق السطح، كنتقاسموا معكم كاع التجارب ديالنا، ولهذا فآراءكم وتعليقاتكم تهمنا بزاف. وشكرا لكم كثيرا على المتابعة والدعم، أشكركم. شكرا شكرا شكرا.